من اخو محمد الظواهري عرض انه يبعت لهم دراعه. ده فعلا انا ده موضوع اتنشر في الاي بي سي وانا حطيته على تويتر وعلى فيسبوك امبارح، ويعني بتكلم عليه، ولو هو في الفضائيات ولو هو شايف ان ده ما حصلش يرفع قضيه، بالاضافه طبعا على اشرافه على برنامج الترحيل اللي هو يعني ده منظمه العفو نزلت اعلانات في جرايد في امريكا عن فكره الاوت سورسنج، او انك تطلع عمليه من الداخل عندك تنفذها في حته تانية. وفعلا كانوا الناس بتيجي من جوانتانامو لمصر ويتعذبوا ويرجعوهم تاني ومعاهم الاعترافات بتاعتهم. فانا بصراحه استاذ هشام ابرأ بك كرجل ثوري ورجل معارض لفتره طويله انك تدعم عمرو موسى، اللي يدعمه في نفس الوقت رجل الاعمال المعروف اللي هو عضو امانه السياسات وعضو مجلس اداره جمعيه جمال مبارك. يا اخي ده عمرو موسى كان بيدي دروس توطين سياسي في الجامعه العربيه لجمال مبارك. انه عمر سليمان عمل تعذيب او سورسنج في التعذيب او دخل، لا القضيه الابعد في الحقيقه هي قضيه الاتفاقات الامنيه اللي موقعها مصر ليس فقط مع الولايات المتحده ولكن ايضا مع اسرائيل. ايه الموقف من الاتفاقيات الامنيه دي؟ محدش شاور، محدش قال انه في مسؤوليه تقع اولا على هذه الاتفاقيات الامنيه واستمرارها وازاي هنتعامل مع العالم في الفتره الثانيه. مساله التمويل انا بشدد عليها لانه بالفعل الصراع على منصب الرئيس في مصر هو صراع اقليمي ودولي. في ناس كانت بتخرج في ال 18 ولا واحده فيهم قالت مش عايزين احمد شفيق. انا فاكر كويس قوي الشعار اللي بيقول لا مبارك ولا سليمان. السؤال دلوقتي يا حياتي انت بتقولي ايه الضامن؟ الضامن هو الشعب المصري.